السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. إن شاء الله هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ، بس بتركات جديدة بقى من تركات مطبخ أسماء وسلمى. أنا معايا فرخة غسلاها كويس وشايلة الجلد منها ومقطعاها وفاتحة الحتت دي كده عشان أنا هتبل الفراخ قبل ما أحطها على صينية البطاطس. كل القطع كده وشايلة الجلد بتاعها. الجلد كده كده مش مفيد ومش حلو، وانا بحب اشيله وبغسل الفراخ كويس وانقعها في محلول الملح وقطعتها بالشكل ده. معايا الفراخ، معايا حوالي كيلو وربع بطاطس، معايا طماطم ضربها في الخلاط وعصراها كويس، دول بصلتين مقطعهم طرنشات، ومعايا توابل بقى، معايا ملح وكمون وفلفل اسمر وقرفة وزنجبيل، وفي توابل تانية برضو احتاجها لتتبيلة الفراخ، بابريكا وفلفل اسمر وزنجبيل وقرفة، ومعايا معلقتين زبادي. هنعمل ايه بقى؟ انا هتبل الفراخ الاول قبل ما احطها على صينية البطاطس. هوريكم هنتبل الفراخ ازاي. هنجيب الاول دي طبق كده ونحط فيه معلقتين الزبادي وعليهم البابريكا والقرفة والزنجبيل والفلفل الاسمر. احط كله كده واقلبه على بعضه، وممكن اخد شويه ملح من الملح ده اللي انا هحطه. ده الملح اللي انا حاطاه هنا، الملح اللي هيملح صينيه البطاطس، فانا مش هاخد في صينيه البطاطس اكتر من كده. اخد شويه ملح بقى منهم واقلب المكونات دي كويس كده بعضها. وعايزه برضو معلقتين زيت صغيرين كده. احط معلقتين زيت، بسم الله. زيت زيتون ماشي، زيت عادي، اي زيت موجود في البيت مش مشكله. وهقلب الحاجات دي كلها كده على بعضها كويس، وهتبل بقى بيها الفراخ. اجيب بقى الفراخ بتاعتي، انا مقطعه الربع 2 كده، هي فرخه كبيره. هتبل فيها كل الفراخ اللي عندي بقى. مش هوسخ حاجات كتير بقى واقعد اجيب اطباق كتير، هو طبق واحد وخلاص. لو عايزين تزودوا شطه على التتبيله بتاعه الفراخ ديت مفيش مشكله، بس انا حاطه شطه، معايا شطه مقطعاها هحطها على الصينيه، فمش عايزه تبقى الصينيه مشطشطه قوي عشان الاطفال. ودي الرقبه برضو هتبلها بيها في وسطهم كده اهو. هسيبها بقى نص ساعه وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى هنعمل تاني خطوه مع بعض. دي الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت نص ساعه، هركنها كده دقيقه واحده. ده بقى البصل بتاعي، عايزه اتبله كده بشويه برضو التوابل اللي معانا. هقلب التوابل دي كلها على بعضها عشان انا هستخدمها بقى في الصينيه كلها اهو. الكمون والفلفل الاسمر والزنجبيل والقرفه والملح. هاخد شويه على البصل، احط شويه منهم على البصل كده وادعك البصل كويس. ادعك البصل كويس كده. ده البصل اهو دعكته كويس كده بالتوابل. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، السرفيس بتاعي اهو. انا دهنته شويه زيت كده من تحت عشان الحاجه ما تلزقش فيه. هرص بقى البطاطس. انا مقطعه البطاطس تخينه كده، مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، بس كده. احط بقى شويه بصل، رقه بصل كده من البصل اللي انا عاملاه، وبرده رقه فلفل شطه من اللي انا مشطشطاها ديت كده، وشويه توابل من اللي انا مجهزاهم للصينيه، واحط رقه بطاطس كمان
الفراخ اخر حاجه خالص انا هحطها فوق، هحطها على الوش. احط برضو شويه توابل على البطاطس الاخيره ديت. هجيب بقى دلوقتي الفراخ بتاعتنا، هرصها كده. الوصفة دي سهلة جدا وما بتاخدش وقت ولا توسخ حاجات كتير. بنحط في الصينية وبنسوي في الصينية وكل حاجة في الصينية. بقيت التتبيلة بنزلها مع الفراخ. وبقيت البصل اللي عندي بقى احطه برضو. الفراخ طبعا متبلة وفيها التوابل بتاعتها كلها، فانا مش محتاجة ان انا احط عليها توابل تاني ولا ملح ولا اي حاجة. فيها ملحها وفيها التوابل بتاعتها وفيها كل حاجة. تمام. احط بقى الشطة الباقية معايا كده. عندك سمنة بلدي ماشي حطي، ما عندكيش سمنة بلدي اعمليها بالزيت بس، المتاح عندك اعمليه. انا هحط دول على الوش كده. هرش بقى عليها معلقتين زيت، زيت مش كتير، حاجة بسيطة كده، حوالي معلقتين كده. وهحط بقى اخيرا الطماطم بتاعتي عليها، احطها على كل الصينية كده. احاول ان هي تيجي على كل الصينية. هي دلوقتي الطماطم هتغلي وهتوصل للصينية كلها. هعمل الصينية كده عشان الطماطم تمتزج في الصينية كلها كده كده. وهغطيها بقى بالفويل واحطها في الفرن. هولع عليها الفرن من تحت بقى، هغلفها بقى واسيبها كده تستوي بقى براحتها. تاخد لها حوالي ساعة سوا. لما هحطها من تحت، لما احس ان الفراخ استوت بقى والبطاطس استوت وكل حاجه استوت، هروح مولعه الشوايه من فوق. هشيل الفويل واولع الشوايه من فوق. هتحمر بقى الفراخ، يبقى الصينيه كلها اتعملت. ده شكل صينيه البطاطس معانا بقى بعد ما استوت اهيت واتحمرت. الفراخ متحمره ازاي؟ متحمره من فوق رغم ان هي ملهاش جلد، متحمره اهي. وفي نفس الوقت من جوه طريه، الوش متحمر ومن جوه طريه خالص. شايفين؟ دايبه دوب. هي خدت ساعه سوا في الفرن، ما خدتش اكتر من كده، ساعة بس. وشايفين البطاطس برضو، البطاطس مستوية خالص، دايبة برضو اهي، مستوية جدا. والفراخ مستوية. وده شكل الوصفة بتاعتنا بعد ما خلصت. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس. وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد من وصفات اسماء وسلمى.